تستمعون الآن إلى برنامج قضايا إريتريا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مستمعي ومتابعين راديو السلام، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج قضايا إريتريا الذي نناقش فيه العديد من القضايا متعلقة بشأن الإريتري بكل تفاصيل. في هذا الحلقة نسلط الضوء بالحديث عن الاضطهاد الديني وما هي أسباب دوافع التي تؤدي إلى ذلك، وهل هنالك انتهاكات في حرية الدين والمعتقد في إريتريا، والعديد من النقط إن شاء الله نناقش فيها مع ضيفي داخل الاستوديو دكتور حسن سلمان. مرحبا بك دكتور حسن. والضيف الخارج الاستوديو فضيلة الشيخ محمد جمعة أبو رشد وفضيلة الشيخ عبد العليم إدريس. إن شاء الله نرحب بهم، إن شاء الله ننتظرهم حتى يدخلوا. كما يسعدني متابعي مستمعي راديو السلام يكون عندكم اقتراحات أو تساؤل معلقة بهذا الموضوع في خلال تعليقكم على البث المباشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن شبكة السلام إعلامية. كما أذكركم مشاركاتكم متابعي يمكنكم مشاركة في برنامج في خلال رقم تواصل اجتماعي أو واتساب 00447947 والذي يظهر في أسفل الشاشة. ومرحبا بكم. السلام عليكم دكتور، كيف؟ السلام ورحمة الله. ونشكرك في هذا الحلقة يعني. أهلا وسهلا، مرحبا بك وأهلا بالمشاهدين. الله يسلمك. إن شاء الله ننتظرهم المشايخ حتى يدخلوا بإذن الله. دكتور، ممكن تحدثنا في مفهوم الاضطهاد الديني عموما، وما هو منظور الإسلامي لمفهوم الاضطهاد الديني؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. التحية لك وللمشاهدين والمستمعين في كل مكان. ولا شك أن هذا من المفاهيم المهمة جدا تنجلي وتظهر للناس ويتم التعرف عليها، قضية الاضطهاد بشكل عام، سواء كان اضطهادا دينيا أو اضطهادا سياسيا أو اضطهادا عرقيا أو اضطهادا مذهبيا. هو يدخل بشكل عام هذا المفهوم في ما يعرف الآن بقضايا حقوق الإنسان، حيث كفلت الآن القوانين الدولية وقبلها بطبيعة الحال الشرائع السماوية كفلت للإنسان عدم الإكراه الديني أو عدم الإكراه على حمله على رأي من الآراء أو توجه من التوجهات إلا باختياره ومشيئته. وبالتالي هذا المفهوم دعنا نقول أولا يرتبط عموما مفهوم الإكراه أو مفهوم الاضطهاد الديني يرتبط بالتجاوز في الحدود وحمل الناس بالقسوة والعنف والإكراه على دين معين أو مذهب فكري معين أو توجه سياسي معين أو ممارسة التطاول والطغيان عليهم لتوجههم الديني أو الفكري أو السياسي. يعني هذا المفهوم بشكل عام. وهذا يشمل هذا النوع الاضطهاد يشمل بشكل عام قد يكون له علاقة بالدين، فطائفة دينية في مجتمع ما فيه أغلبية لدين معين أو لمذهب معين، وفيه مجموعة معينة تمثل أقلية بالنسبة لعموم المجتمع، فيقوم هؤلاء أصحاب الأكثرية الدينية يمارسون اضطهاد على الأقلية، لا يعطونها الفرص الكافية في التعبد ولا الفرص الكافية في التعبير عن حريتها ولا الفرص الكافية في الانتظام والتنظيم وترتيب أحوالها الخاصة. قد يكون أيضا هذا النوع من الاضطهاد يتعلق بالأعراق، تكون في قومية تمارس اضطهاد على قومية أخرى، قبيلة تمارس اضطهاد على قبيلة أخرى. قد يكون أيضا بناء على الرأي السياسي، فيمارس الناس مثلا سلطة سياسية أو حزب سياسي أو مجتمع يمارس أيضا على المخالفين في الرأي السياسي هذا النوع من التجاوز والاضطهاد إلى غير ذلك. فمفهوم الاضطهاد بشكل عام هو يشمل كل حالة يتجاوز فيها الإنسان أو تتجاوز فيها السلطة ممارستها القانونية أو الشرعية تجاه مذهب معين
أو رأي معين أو طائفة معينة وتحملها على ما تكره. خطورة هذا المفهوم، خطورة مسألة الإكراه أنها تعدم إنسانية الإنسان، هكذا تصور الإسلام لها، لأن الله سبحانه وتعالى خلق هذا الإنسان وخصه بمسألة مهمة جدا، وهو ما تعرف عندنا في الإسلام بالمشيئة. يعني مثلا خلق الله سبحانه وتعالى الملائكة وجعلهم مسيرين، يعبدون الله سبحانه وتعالى لا يعصونه، ليس لهم أن يقولوا لا، فليس لهم مشيئة خاصة في أن يقولوا لا لأوامر الله سبحانه وتعالى. لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. جعل كذلك عالم الطبيعة عالم تنتظمه مفاهيم أيضا التسخير، بمعنى الشمس تطلع الصباح باتجاه وتذهب باتجاه وفق قانون إلهي وضعه الله سبحانه وتعالى. الكون كله وإن من شيء إلا يسبح بحمده، أي أنه يخضع لقوانينه وسننه ونظامه الكوني، لا أحد يستطيع. فإذا عالم الأشياء عالم ليست فيه مشيئة ولا حرية، عالم الملائكة عالم طائع تماما لا يستطيع أن يخرج. الكائن الذي جعله الله سبحانه وتعالى له مشيئة يستطيع من خلال هذه المشيئة أن يقول لا أو نعم. إذن لما أنت تضطهد إنسان أو تكرهه على ما لا يريد، فأنت تنهي إيه؟ تنهي إنسانيته. وإنهاءك لإنسانيته معنى ذلك انتهكت ما يعرف الآن بقضية حقوق إيه؟ حقوق هذا الإنسان كما خلقه الله. فالله سبحانه وتعالى خلقه لأن يقول لا أو نعم، ثم يتحمل نتيجة هذه اللا أو نعم كمسؤولية عند الله سبحانه وتعالى. ويقول لا نعم بإرادته فعلا. بإرادته. فالله سبحانه وتعالى مثلا خلقنا وكان بإمكانه أن يجعلنا جميعا مسلمين، ما كان في مشكلة، لأن الله سبحانه وتعالى يستطيع ذلك. وما أراد الله سبحانه أن يكرهنا على الإيمان، ولا أراد أن يكرهنا على الطاعة، فجعلنا هكذا الله سبحانه وتعالى، وما كان في ذلك صعوبة. فالله سبحانه وتعالى لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، بإمكان الخلق كلهم يجعلهم على قلب رجل واحد ويجعلهم كالملائكة. لكن هذا ما لم يريده الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى أراد من الملائكة عبودية اضطرارية، عبودية تسخيرية، وأراد من البشر عبودية اختيارية، بمعنى أنك والله أنت حر في أنك والله تختار الإيمان أو تختار الكفر مع تحمل المسؤولية بعد ذلك. تحمل المسؤولية. فعندما تأتي فئة من الناس تكره الإنسان على قناعات ليست قناعات نابعة من المشيئة والإرادة، لأن نحن الآن في التصور الإسلامي حتى مفهوم الحرية عندنا بهذا العمق ينبع من مفهوم الإرادة وينبع من مفهوم المشيئة. فإذا أنهيت المشيئة والإرادة في الإنسان عطلت بطبيعة الحال الحرية وما يتبع ذلك من اختيارات. وبالتالي الإسلام أراد من هذا الإنسان في خلقته أن يكون له مشيئة، له اختيار، له حرية. طيب، ما هو الحكم عندما يمارس فئة من الناس أيا كانت هذه الفئة تمارس الإكراه على الآخرين؟ القرآن الكريم ينفي تماما أول ظاهرة الإكراه والاضطهاد عن طبيعة الدين، فيقول الله سبحانه وتعالى لا إكراه في الدين، لا إكراه في الدين. ويقول كذلك فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر لست عليهم بمسيطر أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين أنلزمكموها وأنتم لها كارهون. فإذا نستطيع أن نقول بأن منطق الإكراه عموما منفي في السياسة ومنفي كذلك في الدين في العقيدة، بحيث لا تستطيع أن تكره الناس على ما لا يريدون، لأنك لست عليهم بوكيل ولست عليهم بمسيطر ولست عليهم بإله. فالله سبحانه وتعالى ما أراد للناس أن يكرهوا. وطبعا لما تمارس أنت الإكراه على الناس، القرآن يسمي هذا النوع من الإكراه، هذه الممارسة نسميها الآن الاضطهاد الديني، تسمى في القرآن بالفتنة. بمعنى أنت تحمل شخص على ما لا يريد فأنت فتنته، أنت فتنته. وطبعا مفهوم الفتنة في القرآن الكريم مفهوم واسع يمكن يصل إلى 9 أو 10 معاني في القرآن الكريم. فيها معنى الابتلاء، معنى الامتحان، فيها معنى العذاب، فيها معنى الإحراق، يعني فيها جملة لكن فيها معنى الإكراه بشكل أساسي. طيب دكتور نقول يعني أنه الإسلام يحمي حتى لا يكون اضطهاد الديني طبعا للأديان الأخرى. طبعا هو يعني الله سبحانه وتعالى عندما قال وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، طبعا بعض المفسرين ذهبوا إلى أن المراد هنا هو الشرك والكفر. لكن لو نظرنا إلى الأحاديث
ونظرنا كذلك إلى بعض الروايات النبوية التي هي بيان في الحقيقة، فإن الله سبحانه مع الاجتماع أيضا بآيات أخرى مثل قوله لا إكراه في الدين، فإن القرآن يحمي تماما الحريات الدينية، بحيث أنت لا تستطيع أن تدخل أحد في الإسلام الذي هو رسالة الله تدخله بالغصب أو تدخله بالإكراه، هذا محرم عليك، لا يجوز لك أن تمارس ذلك. وبالتالي كل ما تفعله أنت توفر البيئة العامة في أن الناس لا سلطة من السلطات تستطيع أن تجبرهم على إيه؟ على دين من الأديان، على رأي من الآراء، على وجهة من الوجهات، إلا بإرادتهم وبمشيئتهم. ولذلك نلاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما أرسل معاذ إلى اليمن كان من ضمن الروايات، من ضمن الأحاديث، وإن كان بعضها طبعا تكلم الناس في أنه حديث مرسل، لكن في قضايا السيرة وقضايا التاريخ عموما هذه المسائل من الأشياء التي يستند إليها بشكل كبير. فمثلا النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ يعني حتى لا يفتن يهودي عن يهوديته ولا نصراني عن نصرانيته. فمعنى ذلك الفتنة هنا جاءت بمفهوم إيه؟ مفهوم الإكراه، بمفهوم الإكراه، معنى لا يكون هنالك سلطة قاهرة على الناس تكره اليهودي عن أن يكون يهوديا، أو تكره النصراني أن يكون نصرانيا، أو تكره المسلم أن يكون مسلم. هذه طبعا من الأشياء المهمة جدا. وبالتالي الإسلام يشكل الحماية لأهل الأديان كلها، في أنهم بمحض إرادتهم يريد منهم ينزل لهم الكتاب ويبعث لهم الرسول ويحدد لهم البينات ويدعوهم إلى الخير ويدعوهم إلى الإيمان، لكن يقول لهم بمسؤوليتكم الكاملة اختاروا إما الإيمان وإما الكفر. اخترتم الكفر تحملوا تبعات هذا الاختيار. بمعنى أن الله سبحانه وتعالى، وهذه طبعا الآية نفسها فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، هي فيها في نهاية فيها تلويح بالتهديد إنه والله يوم القيامة تتحمل أنت مسؤولية هذا الموقف، تتحمل أنت مسؤولية هذا. لكن في الدنيا لا سلطان لأحد أن يكرهك على أن تخرج من اليهودية أو أن تخرج من النصرانية لتدخل في الإسلام. هذا لا إكراه في الدين. طيب دكتور، مثلا يعني هل مثلا الإسلام يحمي الدين؟ قلنا الإسلام يحمي الدين كل الأديان. نعم. هل له محدود مثلا في الدول الإسلام حتى لا يكون مثلا يخرج يعني يشرب خمر في الطريق أو شيء؟ هل هو محدود الحرية ولا يكون يعني حرية المفتوح؟ هنا دعنا نفرق بين أمرين في الأحكام الشرعية، نفرق ما بين العقيدة والالتزامات الخاصة بأهل كل دين، وما بين النظام العام الذي يحكم المجتمع المسلم بأكثريته. فما يتكلم عنه الناس الآن في قضية إن أنت والله خارج إلى النظام العام، كل دولة من الدول في إطار نظامها العام تخضع لقوانين ينظمها إيه؟ ينظمها القانون. صح. وبالتالي أهل كل دين وأهل كل ملة لابد أن يلتزموا بما شرعته إيه؟ شرعته السلطة المعينة كما الدول الآن يعني بطبيعة الحال. فالإسلام على مستوى الحرية الشخصية، على مستوى الاعتقاد، لا يتدخل في اختيارك أنك تعبد إله، تعبد شجر، تعبد حجر، تعبد تسليس، ده كله موجود ما في إشكال. وتكون أنت جزء من منظومة المواطنين داخل الدولة المسلمة، لكنك تلتزم بإطارها العام فيما يتعلق مثلا بأنك تحول اختيارك الشخصي في شرب الخمر مثلا تخرج به من البيت لتمارس هذا الوضع في الشارع، أو أن الله سبحانه وتعالى حرم الظواهر مثل ظواهر الفواحش والزنا وغيرها على المجتمع. فالالتزام بالشرائع العامة التي تسود المجتمع شيء، وقضية اختيارك الشخصي في التعبد، في انك والله تذهب الى الكنيسة ولا تذهب الى الكنيسة يعني ما يعبد فيه مثلا اليهود، هذه شأنهم أو شيء، هذه شأنهم. ولذلك الله سبحانه وتعالى لما قال ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدم الصوامع وبيع وصلوات، قال ومساجد يذكر فيها اسم الله. فحدد هذه كلها من بيوتات الأديان. يتم فيها شكل من أشكال الطقوس الدينية. فيها الصلوات التي هي لليهود، وفيها البيع اللي هي للنصارى والكنائس والأديرة وغيرها، وفيها المساجد للمسلمين. فلو لم يكن هنالك مدافعة لأن الناس يقاومون حالة الاضطهاد ويقاومون فرض الأديان على الناس
ويقاومون فرض العقائد الملزمة على الناس لحصل فساد ولهدمت كل هذه القضايا ولما رأينا هذا النوع من التعدد في المجتمع. ولذلك الإسلام عندما جاء في حضارته كانت تسود كل هذه الأديان تحت المظلة العامة وهي مظلة الحضارة الإسلامية. عاش في ظلها اليهود، عاش في ظلها كذلك النصارى، عاش في ظلها حتى من غير أهل هذه الأديان، ولكنهم في إطار حاكمية الإسلام في الإطار العام. نعم. طيب دكتور، لو جينا إلى الآن يعني في مثلا في لجنة للتحقيق أو لحقوق الأديان 2019 و 2020 طلع إنه حتى إريتريا مصنف من اللي عندها يعني اتحاد الديني. نعم. هم على أي أساس يعني هم يحطوا هذا الشيء؟ أحسنت. دعني أقول أولا إريتريا ظلت من 2000، يعني هي مش الآن، التقارير لو تابعتها من نهايات التسعينات 93 وإلى 2002 2005 وظهر تقرير متكامل 2005 حول الاضطهاد الديني في إريتريا، وكان تقريبا 34 35 صفحة، تقرير متكامل. مع أن التقرير يلاحظ فيه ركز على طائفة الجهوفا، باعتبار أنه يبدو أن التقارير في النهاية المنظمات من تصلها التقارير التي تصلها ويتم التواصل معها تخرجها إلى الناس. صح. لكن إريتريا ظلت في التصنيفات كلها، في كل التصنيفات ما خرجت في يوم من الأيام إريتريا بأنها هي أخلت ملفها من قضية الانتهاكات الدينية. ويبدو أن الإشكال في داخل الدولة الإريترية إشكالية كبيرة جدا. في أول جزء منها متعلق بالحقوق الدستورية. فأنت أمام دستور تم تجميده. صحيح الدستور الإريتري حتى اتفق الناس حوله، اختلفوا، لكن كان يعطي بالذات في قضايا الحقوق الدينية أعطى مساحات لا بأس بها. أيوة. لكن الدولة لم تلتزم حتى بما نصت عليه هذه الوثيقة الدستورية في إريتريا. النقطة الثانية، الدولة الإريترية كذلك وقعت على المواثيق الدولية كلها، ما عدا يمكن عندك موضوع التعذيب، يمكن لم توقع عليه موضوع التعذيب وكذا، يعني كأنما هي هذا الملف يعني يحق لها أن تعذب، لكن وقعت على بقية الأشياء. فمثلا الآن كل الحقوق، المسائل المتعلقة بالحقوق المدنية والحقوق الدينية والحقوق موقع عليها الدولة الإريترية. إذا أنت أمام مخالفات دستورية. الدستور نفسه الذي كان خرج وتم استفتاء عليه ونزل ثم جمد مخالفة لهذا الجانب. النقطة الثانية مخالفة للمواثيق الدولية التي وقعت عليها الدولة وهي ملتزمة بها أمام الجهات الدولية. وبالتالي الآن التقارير في كل سنة تخرج إريتريا دائما عندها مشكلة في مسألة الانتهاكات الدينية، وهذه طبعا إشكالية كبيرة جدا في سمعة الدولة ووضعيتها ونظرة المجتمعات الأخرى لها. النقطة المهمة جدا الآن قضية بشكل عام، كل الدول قد تكون هنالك مشكلة في قضية الجانب السياسي، لكن الجوانب الدينية غالبا تسعى الحكومات أن تكيف أوضاعها لأنها لا تمس سلطتهم بشكل كبير. لكن إريتريا مشكلتها حتى هذا الإطار اللي هو له علاقة بالمسجد، له علاقة بالكنيسة، له علاقة باختيار الشخص بشكل مباشر في اختياراته الخاصة، حتى هذه تريد الدولة أيضا أن تتدخل فيها. وبالتالي سجلت العديد من الانتهاكات وفي العديد من الطوائف والأديان، جزء منها طوائف دينية مسيحية، جزء منها المسلمين وحقوقهم الدينية. فعلى كل الدولة الإريترية في كل مرة تطلع علينا فعلا في صفوف متقدمة من مسألة الانتهاكات الحقوقية. ورأينا كذلك الآن قبل أسبوع تقريبا أو أكثر أيضا الإدارة الأمريكية وهي تصنف موضوع الانتهاكات الدينية، أخرجت أيضا الدولة الإريترية جزء من الدول التي تنتهك الحقوق الدينية لشعبها. طيب بجهة إريتريا إنه المسؤول الإريتري إنه أعلن إنه ما في اضطهاد في البلد، لأنه الناس المساجد مفتوح، الناس يصلي، والكنائس مفتوح، ويحتفلون في كل حفلات العيد، أعيادهم دينية يحتفلون، يعني ما في اضطهاد الديني كما هم يقولون. يعني هل نقول إنه هذا الشكل يعني هل يعطي صورة صحيحة؟ لا يعطي الصورة بطبيعة الحال. هي طبعا الآن الدولة الإريترية هي واحدة من مشاكلها الكبيرة جدا. عندما يطرح الانتهاكات من المنظومات الأممية، وهي طبعا في الآونة الأخيرة دخلت مجلس حقوق الإنسان نيابة عن أثيوبيا، وبالتالي يفترض أن تكون من دخل عضو يعني مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة أن يكون أكثر شفافية وأكثر وضوحا وأكثر التزاما
الحقوق. لكن هم كانوا يتصوروا بأن إدخال إريتريا إلى مجلس حقوق الإنسان سيجعلها أكثر التزاما وتفتح على الأقل سجونها وتفتح ساحتها لأن تأتي هذه المنظمات وتتأكد من طبيعة الانتهاكات وإذا في انتهاكات ولا ما موجودة انتهاكات. الملاحظة أن الدولة الإريترية هي تنفي في المنظمات وفي كل الجلسات الأمم المتحدة وأمام أيضا مجلس حقوق الإنسان، ولكن عندما تطالب بأن والله تسمح بهذه المنظمات أن تدخل فإن إريتريا تمتنع عن ذلك. هي لا تسمح لأي طرف من الأطراف أن يشهد عليها أو أن يتثبت منها، وهي تمارس كما ذكرت لك. يعني حتى لو افترضنا أنت إذا كان والله عندك تعددية سياسية في داخل البلد، عندك مؤسسات قادرة على حماية حقوق الإنسان، مؤسسات قضائية، مؤسسات عدلية، تعددية سياسية، إعلام حر، صحيح ممكن أنت والله تمنع الآخرين من أنه يتدخلوا في شؤونك، لكن هي مشكلتها تكبت كل الوضع الداخلي، لا إعلام حر، لا مؤسسات عدلية حرة ومستقلة، لا أيضا دستور مفعل في الداخل بشكل كبير، لا منظمات مدنية عندها القدرة على متابعة الانتهاكات الحقوقية، لا مجلس حقوق إنسان. في كل الدول دائما الآن يتأسس مجلس حقوق الإنسان حتى يتابع أيضا أوضاع السجون والمعتقلات وأوضاع الأديان وغيرها. كل ذلك إريتريا تخرج عليه وتسعى أن تصور نفسها مع كل ذلك بأن هي تفتح للناس المساجد أو تفتح للناس الكنائس، وهذه بطبيعة الحال رصدت فيها حقيقة الكثير من المخالفات. وعندنا الآن يمكن أكثر من ملف مفتوح عموما في كثير من المواقع عن الانتهاكات الخاصة بحقوق الإنسان. فمثلا لو جئنا إلى قضية المعلمين والدعاة الذين تم اعتقالهم في التسعينات، أليس من حق هؤلاء مثلا أن يتعرف الناس عليهم لما سجنوا؟ ما هي التهمة التي وجهت إليهم؟ ما هي المحاكمة التي خضعوا لها؟ هل كانت محاكمة عادلة؟ هل أتيح لهم الدفاع عن أنفسهم؟ أنك أنت أخذتهم وأدخلتهم في السجن، لا أحد يعرف إلى يومنا هذا. أليس هذا نوع من أنواع الانتهاكات الدينية المتعلقة بفئة من الناس لهم علاقة بالدين والعلم والحالة الدينية؟ هنالك مجموعة الجهوفا، هم عندهم موقف معين دينيا وضميريا، يرون أنهم مثلا لا يشتركوا في الحروب ولا يشتركوا في العمل العسكري. هذه حالة دينية بالنسبة لهم. ما الذي يجعلك أنت والله هذه الطائفة تحملها حملا أول على عدم الاعتراف بها كحالة دينية، تعترف بمذاهب 3 دينية من النصارى وتعترف بالإسلام، هؤلاء لا يعترف لهم بشكل رسمي بدينهم، وبالتالي عدم الاعتراف الرسمي لا يحق لهم ممارسة شعائرهم. هذه النقطة الثانية، خضعوا لفترة طويلة جدا لاعتقالات، عدد كبير من هؤلاء الآن في السجون، يعني بعضهم قضى 20 سنة. أليس هذا نوع من الانتهاكات الحقوقية؟ أنت تقبض على قساوستهم ورؤسائهم الدينيين، ثم لا تحاول أن تخرجهم أو تخضعهم لمحاكمات. كل ذلك يدخل بطبيعة الحال في الانتهاكات الدينية في إريتريا. وبالتالي الحالة الدينية على وجه التحديد لا تخضع فقط لقضية إنه والله هو مسلم أو غير مسلم. هنالك طائفة الآن كبيرة ولها حجمها ولها وزنها مضطهدة بشكل كبير داخل إريتريا. هنالك مثلا بعض الكنائس يحجر عليها، يحجر على قسيسها ويجلسه مثلا في البيت. بعض الكنائس يتدخل في من يكون مثلا الشخص الذي يكون لها قسيسا، وهذه كلها انتهاكات عموما. المسلمين الآن مثلا لو سألنا المسلمين الآن، توفي المفتي وإلى يومنا هذا ليس من حق المسلمين أن يختاروا مفتيهم. متى اجتمع مجلس إسلامي مثلا أن يختار المفتي أو يعين نائب مفتي أو يكون للمسلمين الحق في تشكيل منظومتهم الدينية؟ هذه كلها قضايا تتاح للمسلمين وللبلدان في كل البلدان، يتاح دائما. بل حتى لو افترضنا أن المسلمين أقلية، لو افترضنا ذلك، فإن من حقهم أن يشكلوا مجلسهم الديني، مجلسهم الإسلامي، يختاروا مفتيهم دون التدخل من السلطة. للأسف الشديد كل ذلك تمارس الآن حالات الاضطهاد الديني على المسلمين، بحيث لا يستطيعوا أن يفعلوا شيء تجاه مؤسساتهم الدينية، تجاه أوقافهم، تجاه مساجدهم، تجاه تعاونهم مع بقية المسلمين في الخارج. كل ذلك ممنوع ولا يسمح به بأي حال من الأحوال. فقضية إن والله النظام يدافع عن نفسه بأن والله لا يمارس انتهاكات حقوق دينية، نحن نقول أفسح المجال للمنظمات الحقوقية حتى تتعرف ما هو فعلا حجم الانتهاكات الدينية الموجودة في داخل إريتريا. كنت بسألك دكتور، هل هناك حملات ممنهجة ضد رجال الدين والطوائف الآن؟
هو بطبيعة الحال لا يسمى الاضطهاد اضطهادا أصلا إلا إذا أخذ شكل منهجي. فالآن أنت واضح جدا تجاه التعامل مع الفئة المسلمة في داخل الدولة الإريترية، هنالك سياسات ممنهجة لتحجيم هذه الفئة من الناس وتقليل دورها وتحجيم أدائها والتدخل في ممارساتها الدينية. يعني لما تأتي أنت وتريد أن تقول لمدرسة مثلا من المدارس القرآنية لا تقرأوا القرآن أو أخرجوا القرآن من منهجكم، أو لا تلبس البنت مثلا الحجاب، هذا كله يدخل في الانتهاكات الحقوقية. ما دام أن هذا الشكل أو هذا السلوك يمليه على الشخص أو على الإنسان دينه، وأنت تتدخل في هذا الموضوع بالإكراه لتجبره على ما يخالف دينه، فأنت تمارس الإكراه الديني أو الاضطهاد الديني. وبالتالي هذه السياسات لو نظرنا إليها منذ التحرير منذ 91 وإلى يومنا هذا تؤدي بطبيعة الحال إلى تقليص دائرة ديانة معينة وتحجيم دورها وتأثيرها. وهذه المسألة الآن بصورة واضحة وكبيرة تمارس على المسلمين وتمارس على الجهوفة وتمارس كذلك على الكاثوليكيين أيضا. هؤلاء يخضعون الآن كنيستهم بعد البروتستانت كمان، وكذلك بعض البروتستانت يخضعوا لهذه المسألة. فعلى كل هذا النوع من التدخل من السلطة السياسية على وجه في ممارستها على الأديان يشكل انتهاكات صارخة للحقوق الدينية في المجتمع. طيب دكتور، رجال الدين وين هم رجال الدين؟ القساوسة والمشايخ هل عندهم لجنة مثلا يكون ممكن خارج إريتريا؟ فعلا في إريتريا معروف ما يقدروا يسووا شيء، ولكن خارج إريتريا هل عندهم لجنة يشوفوا هذا الأشياء؟ وأنت كمسؤول خاصة في الرابطة. نعم، علماء إريتريا. هو شوف للأسف الشديد طبعا في هنالك قلة في التواصل، ما نقول فيه انعدام، هو في بعض التواصل ما بين القساوسة والمشايخ، وخصوصا في أوروبا وفي بعض المظاهرات وفي بعض التحركات الحقوقية حصلت حالة من التواصل ما بين الطرفين. لكن للأسف الشديد دعني أقول بأن المجتمع الإريتري حتى هذه اللحظة لم يشكل حالات كيانات وطنية جامعة. يعني تجد مثلا مجموعة من المسلمين يتحركوا في إطار حقوقي للمسلمين، مجموعة أخرى تتحرك مثلا في إطار حقوقي المسيحيين، لكن أن تشكل حالة جامعة. وظهرت حقيقة بعض المراكز، قد يكون بعض المراكز الحقوقية ظهرت كمراكز مستقلة لا تنظر إلى الحالة إلا كأنها مواطنين مضطهدين، فتأتي للمسلمين بأسمائهم وللنصارى بأسمائهم وكل الطوائف، هذه موجودة ولكنها قليلة. لكن دعني أقول إلى الآن لم يرتقي المجتمع الإريتري إلى تشكيل كيانات حقوقية جامعة وملفات تتحرك فيها. يعني الآن أنا ذكرت لك 2005 مثلا التقرير الذي صدر من منظمة العفو الدولية كان معظمه 90% منه التقرير عن الجهوفة. لاحظت؟ صحيح هم حصل عليهم اضطهاد، مورس عليهم إشكالات، ملاحقين، مطاردين، معذبين، هذا كله، لكن عندك الجهات الأخرى أيضا أنت لم تتحدث. يعني حاولوا يعملوا إحصاءات بالأفراد. ولماذا دكتور حتى الآن يعني 2020 نعم طلع آخر نفس الشيء؟ يعني حتى المنظمة ممكن هل اللجنة الإسلامية يعني ما عندها تقارير تعطي مثلا لهذا اللجنة حتى يعرفوا هي على كل صحيح. هو بشكل عام في ضعف. حتى الآن الإطار المسلم لم يستطع أن يصل ويطرق أبواب المؤسسات الدولية بشكل قوي وبشكل ملفات، لأن هذه المنظمات لا تتعامل معك إذا لم تكن الملفات أيضا متكاملة. فنحن نواجه مشكلتين. المشكلة الأولى كثير من المسلمين الذين لهم سجناء ولهم شخصيات مخفية وشخصيات مغيبة، يحرص هؤلاء أن لا يعطوا التفاصيل. ما أعطيت التفاصيل لا تستطيع أنت أن تحرك ملفك على مستوى المنظمات الحقوقية. الطرف الآخر غير المسلمين ملفات متكاملة، تفاصيل يعني كما يقول ممل، يعني تفاصيل كثيرة جدا. أنا جلست حقيقة مع بعض الذين يشرفوا على ملفات الجهوفة على وجه التحديد والتقيت بهم في أديس أبابا، كان واضح جدا حجم التفصيل وحجم الاستعداد لأن الملفات تقدم. وبالتالي المنظمات عندما أنت تستكمل ملفاتك ومستعد أيضا أن تتابعها وتدلي بمعلومات وتدلي بتفاصيل، فنحن نواجه من جهة تحفظ أقرباء وأولياء الذين هم تم اعتقالهم وغيبوا. الأمر الثاني أيضا نواجه ضعف كبير جدا في الممسكين بالملفات بحيث والله يكون شغالين عليه على مدار السنة. هذه المسألة على كل تحتاج إلى أنه نحن
كيف نصعد هذا الموضوع. ونحن حقيقة قبل 3-4 سنوات حاولنا أن نتواصل مثلا مع بعض المنظمات في بلجيكا لها علاقة بقضايا حقوق الإنسان وقائمين عليه إخوة أفاضل، فحاولنا أن نحرك هذا الملف وأردنا أن نحركه إعلاميا ثم يتحرك بعد ذلك أيضا حقوقيا، لأنه أنت إذا تم التعرف على القضية وتم التواصل يمكن إن شاء الله أن تصل إلى مراحل متقدمة. فعموما هذا الملف أنا في تقديري فيه ضعف وفيه قلة في التنسيق كذلك، وفيه للأسف الشديد عدم، يعني مثلا الآن أعرف بعض الأفراد أقوياء جدا في الملفات الحقوقية في الجوانب الدينية، لكن يحرصوا أنه فقط يتبنوا الحالة المسيحية وكأن والله إريتريا بس الاضطهاد حاصل فيها للمسيحيين. هذه صورة الآن موجودة وربما مؤثرة حتى في قضايا اللجوء إلى أوروبا. بعض الناس يتصور بأنه الاضطهاد الموجود دينيا هو فقط لغير المسلمين. هذه الصورة الآن من 93 يعني من 93 الناس مغيبة بطبيعة الحال وفي كثير من السجن يعني حتى الآن في الآخر مدرسة الدياء. نعم. حتى الآن يعني في السجن 200 شخص موجودين. صحيح. ومنهم صحيح. يعني إنه كل هؤلاء الآن تحت السنة. نعم. كل هؤلاء في أطفال، في نساء، في دعاة، في علماء، في كثير منهم، في وجهاء. كل هؤلاء تحت ذرائع معينة الآن يتم تقريبا تغييبهم ولا أحد يتكلم عنهم يعني. وهذه على كل تحتاج إلى شغل كبير إن شاء الله. ونحن كإريتريين ما هو واجب علينا أن لا يكون يعني اتحاد الديني، أو أقل شيء نسمع شعبنا يعني إنه في اتحاد ديني. على كل التحركات هي فرع عن الوعي. الشعب الذي يكون واعيا ابتداء بإنسانيته، وواعيا كذلك بوطنيته، وفي نهاية المطاف مواطن. هذا المواطنة تبنى على الحقوق والواجبات. علاقتي بالدولة ليست علاقة عبودية وتابعية، يعني أنت لست عبد للدولة ولا عبد لرئيسها، أنت مواطن تجمعك مع هذه الدولة علاقات التزامات حقوقية والتزامات بواجبات. ما دام أنك أنت والله تطالبك الدولة بواجباتك، يعني الآن لما تريد الدولة ضرائبها بتأخذها منك، لما تريد تشارك في الخدمة الوطنية تأخذها منك إجبارا مش على كيفك، هي تأخذ كل ما يليها وبالمقابل يجب أن تقوم بواجباتها. فأنا بتقديري أول نحتاج إلى التثقيف الحقوقي للناس، وأن يتعرفوا على هذه المسائل القتال دونها والمناضلة من أجلها والسعي لها نوع من أنواع الجهاد. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما قال من مات دون حقه ومن مات دون مظلمته، يعني من ضمن الأحاديث الشهادة فيها من مات دون حقه ومن مات دون مظلمته، وفيها من مات دون دينه، من مات دون عرضه، من مات دون ماله. هذه كلها أنت شهيد. فلا بد أولا أن يكون مستوى الوعي في علاقتنا بالدولة. للأسف الشديد كثير من المواطنين يتصور الدولة إله أو الدولة تملك الناس. لا تملك الناس، يعني هذه الدولة خادمة للناس. هذا الصورة الصحيحة، هي خادمة للناس. قدمت خدمة جليلة وممتازة الحمد لله تحية لها. ما قدمت خدمة جليلة يجب الناس أن تقاومها، وإلا سيتحولوا إلى عبيد وليسوا مواطنين. ولا بد أن تخرج الناس من فكرة أن الدولة تستعبد مواطنيها. هذه خطيرة جدا. وبالتالي هنا لا يلزم التحرك يكون سياسي فقط، يعني التحركات السياسية موجودة، لكن كيف نخلي الناس والله حقوقيا. يعني مثلا لما يتم اعتقال شخص الناس تخشى أن تتابع هذا الملف. خلاص قلنا في الداخل والله السطوة كبيرة. طيب ما المشكلة في أنك هذا الملف يتابع خارجيا؟ لاحظت؟ ونحن محتاجين إلى أن والله المجتمع الذي في الداخل والخارج لا بد أن يفعل ملفات حقوق الإنسان ويفتح هذا الملف، ويتعاون الناس على أن تصل هذه الملفات إلى أقصى مداها في الناحية الإعلامية والناحية التعريفية والناحية المتابعة الحقوقية، وتحويل هذا الملف باعتباره ملف مزعج للنظام، وأن لا يكون ملفا هادئا. يعني أنت إذا كان والله تمارس كل هذه الانتهاكات وأنت تسكت عليها، وكمان تكون متصدرة للعالم في أنه والله هي تقرر في بقية الدول في أنها هي والله منتهكة ولا غير منتهكة، وهي أكبر المنتهكين في حقوق الإنسان، هذه مشكلة. ولكن أيضا هذا الموضوع بطبيعة الحال سيحتاج إلى أيضا من يتحرك به من الناحية الحقوقية، يفهم الأبعاد القانونية ويكون ضليع في القوانين وكيف يستثمر هذه القوانين الدولية في سبيل تحرير قضيته. الأمر الثاني أيضا تحتاج إلى تمويل. بطبيعة الحال لا يمكن أيضا أن تتحرك، يعني إنسان يتفرغ لهذه الملفات خلفه أسرة وخلفه كذا ولا ليس هنالك من يقوم له بالتزاماته. فأيضا هذا الموضوع يحتاج إلى أن تكون له مبادرات خاصة في إيجاد مثلا بعض الصناديق التي تدعم فقط
موضوع الجوانب الحقوقية في إريتريا. كيف لأنه سبحان الله لا يمكن أن يكون في نجاح سياسي وهنالك سقوط حقوقي. يعني المواطن الذي لا يفهم حقوقه ولا يعرف كيف يطالب بها ولا يعرف كيف يقاوم الظلم، لا تتصور منه أن يغير لك سياسيا. هذه مسألة التغيير السياسي مرحلة لاحقة وكبيرة جدا، فالإنسان ليس له مثلا معرفة كيف يطالب أو يدافع عن نفسه كإنسان، أنه والله لا تنتهك كرامته، لا ينتهك حقوقه، لا تنتهك خياراته، لا تنتهك مواطنته داخل الدولة. ما عنده هذا الفهم لن يستطيع أن يغير نظام سياسي، لأنه هو أصلا فهمه لتركيبة الدولة ووضعية الدولة أن الدولة سيد وأن المواطنين عبيد. هذه إشكالية كبيرة جدا لا بد من تغييرها. فعلى كل مطلوب مننا شغل كبير جدا إعلاميا، مطلوب أنه نكشف هذا النوع ونعري هذه الممارسات ونعمل على الضغط بكل الوسائل التي فعلا يعني تجعل هذا النظام يلتزم بما يتم التوقيع عليه من مواثيق. لا نطالبه بآرائنا الشخصية، نحن نطالبه بأنه والله عندك التزامات حقوقية كدولة التزمت بها أمام المجتمع الدولي، والتزامك بهذه الحقوق دوليا يحتم عليك تنفيذها. هذا التنفيذ إذا كان في انتهاكات رفعت عليك أن تثبت بأنك أنت بريء من ذلك من خلال فتح المنافذ للمنظمات الدولية، وأن يتعرفوا على طبيعة مثلا هذه الجرائم التي ارتكبت، وهل فعلا هنالك انتهاكات ممنهجة أم ليست هنالك انتهاكات ممنهجة. كل ذلك يتم فعلا من خلال أنك أنت تفتح للناس. فهذه المسألة على كل يتطلب عليها شغل كبير جدا حتى لا يتحول. هذه أعظم فتنة في الأرض، يعني أعظم فتن الأرض منذ أن خلق الإنسان هو تدمير كرامة الإنسان وأن تحمله على ما يكره. يعني الله سبحانه وتعالى لما جعل فرعون من أسوأ خلق الله سبحانه وتعالى وجعله في الدرك الأسفل منه، كانت مشكلته الرئيسية حتى وهو يدعي الألوهية، كانت مشكلته الرئيسية الطغيان على بني إسرائيل. هذا الطغيان الذي مارسه على قوم مخالفين له، صار يقتل أبناءهم ويستحيي نساءهم ويعمل فيهم بالإفساد إلى غير ذلك، فعاب الله سبحانه وتعالى عليه ذلك. وتحت إيه كان؟ تحت إيه؟ ادعاء السيادة. وأصلا في النهاية أنا ربكم الأعلى هو ادعاء السيادة المطلقة. بعض الحكومات الآن للأسف الشديد تمارس هذا النوع من الألوهية والتأله. التأله يعني أنه ما في أحد يراجعني فيما أفعل. فالله سبحانه وتعالى وصف نفسه أنه فعال لما يريد، ووصف بأنه لا يسأل عما يفعل، ووصف بأنه يعني الله سبحانه وتعالى لا يراجع في أحكامه. فبعض الحكومات الآن تفعل ما تريد ولا تريد أن تسأل عما تفعل ولا تراجع فيما تفعل. هذا نوع من التأله على عباد الله سبحانه وتعالى. وبالتالي الإكراه الديني مشكلته ينتهك حقوق الإنسان من جهة، وينتهي كذلك حق الإله جل جلاله في أن والله خلقه ما أجبرهم هو على الاعتراف بألوهيته، وأنت تريد أن تجبرهم على إيه؟ على ما لا يريدون. فهنا أنت وضعت نفسك في موطن يزاحم الإله جل جلاله، بل تحاول أن تفوقه في هذا الموضوع. فالله عز وجل ما أكره الناس على أن يكونوا مؤمنين ولا على أن يكونوا مثلا مكرهين، ولو شاء الله سبحانه وتعالى ذلك لفعله، ما كان في ذلك صعوبة. لكن هذا نوع على كل من الطغيان، وأعظم أنواع الطغيان هو الطغيان الديني. للأسف الشديد هذا الطغيان كان في الفترات السابقة يمارس على كل الشعوب. الاضطهادات الدينية يعني كانت مورست على اليهود في فترة من الفترات، مورست على طوائف من المسيحيين في فترة من الفترات، مورس على المسلمين في فترات أيضا حملات الصليبية، مورس على المسلمين كذلك في الأندلس إلى غير ذلك. على كل لا زال أيضا هنالك اضطهاد ديني يمارس مثلا في العديد من البلدان في شرق آسيا وغيرها على المسلمين. ولكن إلى حد كبير البشرية وصلت بمستوى متقدم جدا فيما يتعلق بحماية هذا النوع من الحالة الدينية في بعدها المختصر. يعني الآن الذين يتكلمون عن الاضطهاد الديني، أنا ما مشيت لأتوسع في الموضوع، ما في اضطهاد ديني على مستوى يعني الآن عندما تكون أمة مليارية زي الأمة المسلمة 1.7 ولا 1.800 يمنع هؤلاء أن يحكموا بشريعتهم بالنفوذ الدولي. إذا أردت أن تحكم بالشريعة يقال لك والله الأقليات، لاحظت؟ بينما عندما تذهب أنت لتكون أقلية في أوروبا يقال لك تلتزم بحكم إيه؟
بحكم الأكثرية. هذه الإشكالات الاضطهاد نفسه يمارس أحيانا على مستوى فالأمة المسلمة الآن لا تستطيع أن تقرر مصيرها في هويتها وشريعتها ودينها ونظامها، يمارس عليه اضطهاد دولي. لكن نحن الآن لا نتكلم عن هذا، نريد أن نتكلم عن الاضطهاد بمعناه التعبدي الشعائري الهوياتي، أن يكون الإنسان قادر إذا أراد أن يصلي يجد ارتياح في أنه يذهب إلى المسجد، أراد أن يصوم سهل أن يصوم، أراد مثلا أن يذهب إلى الحج سهل الحج. هذه القضايا إذا لم يتم التيسير فيها من قبل الحكومات فإن هذا أدنى مستوى يمكن فعلا أن نتكلم عنه، إلا هنالك ما هو أوسع وأكبر من ذلك. طيب دكتور، بالنسبة للجنة، إذا رجعنا إلى اللجنة، مع أنه نحن كم مليار مسلم، يعني المفروض يكون عندنا لجنة اتحاد الدين، يعني مثلا في الكونغرس موجود، مع أنه خارج كونغرس بس هو يتابع الذين عندهم اتحاد الديني في العالم، خاصة في أفريقيا كما صنف شفنا 2020. هل هم مجرد يطلعوا تقارير كل سنة؟ يعني أمنستي انترناشونال اللي هي حقوق الإنسان نفسها عندها تقارير، هل هم يعني كل سنة يطلعوا تقارير بس ولا يفعلوا شيء مثلا يضغطوا على الحكومة، أو ممكن يكون يعني غير مباشر؟ للأسف الشديد هنا الآن يدخل بنا هذا الموضوع إلى مدى أخلاقية الملفات داخل الأمم المتحدة، إلى أي مدى والله فعلا هنالك ولا هو مسيس يعني بطبيعة الحال. هذا الإشكال. يعني مثلا أعطيك مثال، إريتريا ما قبل 2018 ذهبت حقوقيا المنظمات الدولية إلى مدى بعيد جدا في رصد الانتهاكات، بل كان الإشكال فقط في هل مورس هنالك نوع من ما يعرف التصفيات المتعلقة بالقانون الدولي لتذهب الملفات إلى محكمة الجنايات. هل والله وصل الأمر إلى هذا النوع ولا كانت انتهاكات عادية؟ فكانت المسألة يعني من ناحية من حيث الملفات المفوضية أو الجهة التي كلفت بملف إريتريا باشرت مهامها، لأن الدولة الإريترية رفضت الدخول، باشرت مهامها من السودان، من أثيوبيا، من اليمن، من جيبوتي، حول الإقليم. المهم التقت بمجموعات كبيرة جدا ورصدت العديد من المخالفات والانتهاكات، وخصوصا ما يتعلق بالانتهاكات الدينية. ولكن بعد ذلك ما الذي حصل؟ مجرد ما حصل السلام ما بين إريتريا وأثيوبيا يفاجأ الناس بأن هذا الملف يتم السكوت عنه، وكأنما أوصلوا إريتريا النقطة التي كانوا يريدون أن يوصلونها من خلال الضغوط بالملفات الحقوقية، الضغوط ملفات الانتهاكات. فالإشكالية هنالك فعلا تصرفات غير أخلاقية فيما يتعلق ب ممارسة الضغوط على الذين ينتهكون حقوق الإنسان في الدول. طبعا في النهاية من له الصلاحية في أن يلزم الدول ويمارس عليها فعلا الإلزام هو مجلس الأمن. يعني الأمم المتحدة كل فعلها هو محاولة بذل الجهود وإخراج التقارير وتصنيف الدول وتحديدها، لكن في النهاية يفترض الدول الكبرى التي تسمى الآن دول لها الصدارة في العالم، هؤلاء يسيسون بعد ذلك هذه الملفات ولا يتعاملون معها تعاملا أخلاقيا ولا تعاملا قانونيا ولا تعاملا إنسانيا. وللأسف الشديد ما كان أصلا، لو كان التعامل حقيقة من الناحية القانونية ومن الناحية الإنسانية تعامل صادق لما دخلت إريتريا مثلا إلى مجلس حقوق الإنسان لتكون تتربع على هذه المنصة العالمية وهي أكبر منتهكة لحقوق الإنسان. فكل ذلك على كل الأسف الشديد يحصل. لكن دعني أقول كان يمكن مثلا الآن نحن ما كان لنا أن ننتظر أصلا المنظمات الدولية لو كان هنالك إسلام حقيقي مطبق وكانت هنالك سيادة حقيقية للمسلمين في دولهم ومنظوماتهم، كان يمكن أن تتشكل منظمات إنسانية في مثلا ما يسمى الآن بال منظمة التعاون الإسلامي. أيوة. كان يمكن أن تكون الدول الإسلامية كلها تلتزم بميثاق معين فيما يتعلق بالحقوق الدينية، ميثاق معين بالتزامات الحقوق السياسية، الحقوق الفكرية إلى غير ذلك، وتبدأ بعد ذلك هذه الدول بنفسها يكون عندها المتابعة الدقيقة واللصيقة لهذه الدول حتى تلتزم كلها تقريبا لكن للأسف الشديد نحن صرنا الآن لا يأتي تقريبا البحث في حقوق الإنسان إلا من خلال المنظمات الدولية الكبرى، ويتم بعد ذلك أيضا توظيف هذه الملفات في الجانب السياسي. لكن أيضا حتى ننصف الناس هنالك العديد من المنظمات الحقوقية التي يهمها بشكل كبير فعلا الوصول إلى الحقائق عما يتعلق بحقوق الإنسان والانتهاكات الدينية، لكن مشكلتها أحيانا تملك التأثير على الدول
وأحيانا لا تملك التأثير على الدول. تخضع طبعا بعد ذلك إلى قضية اللوبيات ومجموعات الضغط في كل دولة من الدول إلى أي مدى تستطيع. فالآن مثلا في بعض الدول الأوروبية مثلا تنتبه إلى مطالب الإريتريين والانتهاكات الحاصلة وتعطيهم فعلا وضعيتهم في هذا الجانب، لكن بعض الدول الأخرى لا تلتفت إلى هذا الجانب. دكتور، هنا تقريبا الساعة انتهى. إذا عندك يعني في آخر كلمة ممكن. على كل ما أريد أن أقول بأن يعني الله سبحانه وتعالى يقول ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر. هذا الإنسان المكرم الذي جعله الله سبحانه وتعالى خليفة في الأرض ليكون يعمر هذه الأرض ويعبد الله سبحانه وتعالى على هدى، ويعبد الله سبحانه وتعالى دون إكراه ودون أن تكون عليه سيطرة من الناس أيا كانت. هذا الإنسان محتاجين خاصة في دولة إريتريا، هذه الدولة الناشئة اللي بذل فيها الشعب الإريتري التضحيات الكبيرة والعظيمة في أنه والله تكون هنالك دولة معترف بها. أول ما كان يطمح فيه أي مواطن إريتري هو أن يكون حرا في بلده. حرا في بلده تبدأ من حريته الشخصية، حريته الدينية، حريته المدنية، حريته السياسية. يعني هذه الحريات كان يتطلع إليها الشعب الإريتري. للأسف الشديد الآن صرنا نحن نتكلم في المستويات الدنيا جدا والبسيطة في أنه والله كيف نستطيع أن ننال حقوقنا الدينية في داخل هذا البلد. هذه إشكالية كبيرة جدا، لكن نأمل من كل الشعب الإريتري أولا أن نرفع شعار الوعي، الوعي ثم الوعي، لأنه إذا كان الناس وعت بحقوقها وفهمت مطالبها وأدركت يعني ما المطلوب منها تستطيع إن شاء الله أن تتحرك وتستطيع أن تبذل. وخصوصا هذه الملفات علينا أن لا نتحرك فيها بأبعاد طائفية فقط، يعني أنه والله المسيحيين يتحركوا المسيحيين والمسلمين يتحركوا المسلمين، لا، مطالبين بأن نتحرك بشكل جماعي وفي إطار رؤية للمواطنين جميعا، بحيث كما قال يعني النبي صلى الله عليه وسلم هو يتحدث عن حلف الفضول، قال هو حلف المطيبين أو حلف الفضول، هو أنه اجتمعت مجموعة من القبائل على شيء واحد، ألا يظلم في مكة أحد. فنحن الآن مطالبين بأن نشكل جمعية، نشكل كيان، نشكل منظومة مفاهيمية ألا يظلم في إريتريا أحد، ألا يظلم في إريتريا أحد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على ذلك، وجزاكم الله خير وبارك الله. بارك الله فيك وجزاك الله خير. وانتظرنا الضيوف بس ما جاءوا إن شاء الله. ومستمعي الكرام، انتهينا برنامج اليوم. إن شاء الله نلقاكم في الأسبوع القادم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما زلت في دفاتري قصيدة، وفي ظلال أعيني كشمعة جديدة. ما زلت في دفاتري قصيدة، وفي ظلال أعيني كشمعة جديدة. وفي ظلال أعيني كشمعة جديدة. ما زلت مثل وردة الربيع وحيدة. إريتريا يا جارة البحر ويا منارة الجنوب. إريتريا يا درة البحر ويا منارة الجنوب. من أجل عينيك الحزينتين، من أجل عينيك الجميلتين، يأتي زحفنا من أقدس الدروب، من أقدس الدروب. يا وردة يعشقها أحبتي، يا ليل يا جنة عشت بها طفولتي. يا وردة يعشقها أحبتي، يا جنة عشت بها طفولتي. يا جنة عشت بها طفولتي. يا ليل
يا أنت يا ضحية الحروب يا أنت إريتريا يا جارة البحر ويا منارة الجنوب إريتريا يا درة البحر ويا منارة الجنوب من أجل عينيك الحزينتين من أجل عينيك الجميلتين يأتي زحفنا من أقدس الدروب من أقدس الدروب إريتريا.